الحضارة هي النتاج الفكري والثقافي والمادي، زي مثلا الحضارة الفرعونية اللي بتختلف كتير عن باقي الحضارات، وده اللي ميزها. الحضارة الفرعونية في مصر القديمة منذ سنة 4000 قبل الميلاد، وتشكل المجتمع المصري وقتها من 3 مستويات هرمية: الآلهة والملك والموتى. ويعد الملك أكثر عناصر الهرم أهمية لأنه كان بيدير شؤون الرعية وبينظم أحوال البلاد. كما قدس المصريين القدماء الموتى وقدموا لهم الكرابين. ومن أبرز فترات الحكم الفرعوني الدولة القديمة اللي بدأت من 2130 واستمرت حتى 2580 قبل الميلاد. وبعدها بتيجي الدولة الوسطى اللي بدأت من 1630 حتى 2000 قبل الميلاد. وآخرهم كانت الدولة الحديثة اللي بدأت من 1080 حتى 1540 قبل الميلاد. ومن أهم آثار الدولة الفرعونية الأهرامات اللي بناها الفراعنة كمقابر ليهم. وأول هرم بناه المصريين القدماء هو هرم الملك زوسر. وأشهر الأهرامات هي الأهرامات الثلاثة: خوفو وخفرع ومنقرع. ومن أقدم وأهم الآثار الفرعونية أبو الهول العظيم، الشخصية البارزة اللي كانت موجودة في أساطير المصريين القدماء، اللي اتبنى على شكل جسم أسد وراس إنسان. وبنيجي للسؤال الأهم: كيف انتهت الحضارة الفرعونية؟ انتهت الحضارة بانهيار الاقتصاد المفاجئ في عام 2200 قبل الميلاد، وعدم قدرة الفراعنة على السيطرة على البلاد، لأن تعرضت البلاد وقتها لحرب أهلية ومجاعات نتيجة الجفاف الشديد والطويل الناتج عن تغيير المناخ. وكل الأسباب دي أدت إلى انهيار الحكم الفرعوني. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. سلام.